بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف ده متابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. يعني مباراه نادي الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي طبعا فرق امكانيات خالص. بكلمكم بصراحه، يعني بتتفرج على الماتش يعني ولا شكل حتى الاداء فرقه نادي الزمالك، ولا لعب ولا تمركز ولا حتى في جمل. انت بتلاعب فرقه، والله العظيم يا جماعه الفرقه دي انا اول مره اسمع عنها. يعني فرقه عشوائيه مع احترامي ليهم والله، بعيد عن الكوره وبعيد عن الامكانيات ولا ليهم علاقه بالكوره. فرقه جايه تحس فرقه اكاديميه جايه تلعب مباراه موجوده في الكونفدراليه. ما اعرفش بصراحه الفرقه دي بتبقى موجوده ازاي ايا كان. يعني هي دي، ده دايما مستوى الكونفدراليه بتلاقي فرق مغموره واسماء جديده مفيش كوره. يعني حتى المفروض نادي الزمالك بالاداء بتاعه بالتاريخ بتاعه يبقى في شكل، يعني يبقى في اداء في روح في جمل كده، في حتى الامكانيات فرق امكانيات. انت لحد الدقيقه يعني 90 كام 2-0. انت الفرقه دي اصلا المفروض تكسبها من 5-6 وانت قاعد كده مريح. يعني انت لو لعبت بالناشئين هيبقى الاداء احسن من كده. النهارده انتوا متخيلين يا جماعه ان يعني مفيش شكل، مفيش جمل، مفيش شوط، مفيش تسديد، مفيش. يعني حتى الاهداف اللي جت مع احترامي اخطاء. يعني ده حارس المرمى اللي واقف اتصيط النهارده نتيجه ان مفيش تمركز، مفيش شغل على المرمى، مفيش جديه. تحس اللعيبه بتلعب على الواقف. هتقولي النهارده لعيب موجود في نادي الزمالك مميز، يعني ما فيش حد نقدر نقول عليه النهارده مميز، ولا حتى سيف الجزيري اللي بيتقال عليه احسن 9 في مصر. المفروض الماتشات دي يحط له 3 4 تجوان خمس اهداف ده اقل حاجه، وهو قاعد كده مريح. النهارده ما جابش كوره في العارضه، ما فيش تسديده، ما فيش حتى مهاره، ما فيش لف، ما فيش جمل حتى جوه الملعب. ايه ده نادي الزمالك يا جماعه؟ ده الاداء، ده شكل نادي الزمالك في بدايه المشوار بتاعه. طبيعي انت بتلاعب فرق هو ده المستوى، بس انت المفروض تبقى فارق، عامل شكل، عامل اداء، ليك شكل. حتى احنا لحد دلوقتي مش عارف اقول مين لعيب كويس. بقول لكم سيف الجزيري اللي بيتقال من افضل المهاجمين في نادي الزمالك، احسن 9 في مصر، مش عارف يحرز هدف. ده المباريات اللي زي دي هي اللي بتسيطك، وهي اللي بتديك الدافع، وهي اللي بتديك القوه جوه الملعب. ده شكل يا جماعه، ده مع احترام الفرقه، ما بتاع الفرقه بتاعت بلاك بولز دي، ما والله العظيم ما بيبقى فيهم غلط. ده انا حتى قبل المباراه كان المدرب بيعلمهم ازاي يقفوا في الركنيه. فما ينفعش كده خالص. ده مش اداء مقنع لنادي الزمالك ولا شكل. انا حتى مش عارف اتكلم في كوره، يعني مش عارف اتكلم حتى في اداء كوره. مثلا نتكلم نشوف حاجه في جمل، في شكل، في ثبات، في وقفه. مفيش اي حاجه. انا ما اعرفش بصراحه، يعني والله العظيم. يعني عشان طالع هوا طبعا النهارده وعايز اعمل معاكم فيديو، فطبيعي ان انا هتفرج على المباراه. يعني المباراه ليها حدث زي ما اتكلمنا على النادي الاهلي. برضو النادي الزمالك ليه شكل، المفروض يبقى ليه شكل احسن من كده. يعني مش عارفين نتكلم على المباراه. يعني حتى الناس اللي بتتابع، انتوا يا جماعه شفتوا جمل، شفتوا شكل النادي الزمالك واداء النادي الزمالك عشان نتكلم عليه؟ حتى زيزو النهارده وحش. يعني اكتر من كذا لاعب في نص الملعب. دونجا احرز الهدف فرحان. يا جماعه انتوا بتلعبوا فرق مش على الخريطه اصلا. ده انت المفروض اصلا النهارده الفرقه دي تكسبها 5-6، ده اقل حاجه كده وانت مريح. شلبي اللعب المعتاد بتاعه. يعني حتى المباريات دي المفروض بتجيب لك ثقه. مفيش. انا ما اعرفش، انا مش عارف حتى اتكلم معاكم كوره والله العظيم. يعني الاداء سيء جدا بصراحه. لازم نادي الزمالك مشلاك اللي نزل ده ما مش عارف يباصي. ده بيباصي بالعرض، بيباصي للخصم. فرقه بلاك بولز دي بيباصي لهم. يعني حتى الشكل مفيش. النهارده عارفين نتكلم على لعيب نقدر نقول ان هو لعيب مميز، او حتى شكل. يعني حتى في الحاجات دي بتبقى واقف صح، بتتحرك، بتسدد، بتبقى كانها تمرينه. يعني حتى التمرينه نادي الزمالك ظاهر فيها بشكل وحش. مش ده اداء نادي الزمالك ولا شكل نادي الزمالك اللي يليق باسمه، ولا اللعيبه اللي موجوده دي تليق باسم نادي الزمالك خالص. لازم في اعاده حسابات. الناس عماله تتكلم على مستر جوميز. طب هو مستر جوميز يعمل ايه في ظل اللعيبه اللي موجوده وفي ظل المستوى اللي موجود ده؟ ما اعرفش بصراحه. يعني اداء يعني ضئيل جدا بصراحه، اداء سيء. مش شايف في حاجه. النادي الزمالك المفروض انت بتبقى فارق بالامكانيات بتاعتك، باسمك، بتاريخك، بامكانياتك اللي موجوده، بتعمل شكل. انت بتلاعب فرقه النهارده كانوا ند ليك، كان في اول الشوط كان ممكن يحرزوا هدف فيك، واكتر من كذا فرصه ضايعه بيحاولوا بلعب عشوائي. يعني فالمفروض حتى يبقى ليك شكل. يعني
انا بصراحه بعتذر، يعني انا مش عارف اتكلم على المباراه ولا على شكل المباراه ولا حتى الجمل ولا حتى على اداء الشكل المميز لنادي الزمالك، لان مفيش كوره. يعني حتى ولا في اهداف مثلا نتكلم عليها، يعني اهداف كلها اخطاء دفاعيه، وطبيعي انت بتلاعب فرقه مغموره مش موجوده على الساحه الرياضيه اصلا. دول جايين يتصوروا وجايين يتفسحوا، واسمهم ان هم بيلعبوا قصاد نادي الزمالك. نتمنى نشوف النادي الزمالك في الفتره اللي جايه يبقى فيه شكل مقنع واداء مقنع، لان بالمستوى ده بصراحه نادي الزمالك هيقابل مشاكل كتيره جدا في خلال الموسم ده. فهنا انتهت حلقتنا، ان شاء الله باذن الله انتظرونا قريبا في حلقه جديده من ذا ديفندر. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.